كرة سريعة وصلت إلى حارس المرمى كلود أمين. شوف ممكن جول كرة، ممكن جول خطأ فادح لحارس المرمى كلود أمين يتسبب في أن ألتون ألميدا يسجل الهدف الأول في المباراة. ما حد يتحمل مسؤولية هذا الهدف إلا أنت يا كلود يا أمين. يعطي الفرصة لألميدا لكي يسجل الهدف الأول في المباراة. شوف ملاحظ خطأ فادح، خطأ قاتل لحارس المرمى كلود أمين. يعطيها الأفضلية، راحت للجول، هي تبي الجول لكن شوف أمام الفرصة متاحة والآن قدم اللاعب ألتون ألميدا، وبالتالي يتسبب ألميدا في ان الكرة تصطد فيه وتصل الى شباك فريق نادي الاخوية. الحقيقة خطأ فادح، تفوق على الفرق الاسيوية بالنسبة للاستحواذ على الكرة. انطلاقة الاخوية، فرصة التعديل الاخوية، تلحق بالجول. جول بالتخصص المساكني، يسجل هدف التعادل لمصلحة بشكل سليم، لكن لويس مارتن والان كرة خطيرة للهلال، تلعب اتمر في الجول. جول خالد كعبي، مباشرة ضاعت من الاخوية وصلت للهلال، وخالد كعبي شوف ولاحظ معاي الكرات المتبادلة تصل للهلال. خرج حارس المرمى كلود أمين من مرماه، المرمى أصبح فاضي وخالد كعبي يسجل الهدف الثاني لمصلحة الهلال. هدية الهلال ضاعت قبل قليل، لكن الآن هدف ملعوب من الهلال. ولاحظ معاي كلود أمين خرج من مرماه، وبالتالي يسجل الهلال الهدف الثاني. كلود أمين ما أدري إيش بلا اليوم، ما أدري إيش فيه كلود أمين. يتحمل بمفرده مسؤولية تسجيل الهدف الأول، يمكن انطلاقة لاعب الهلال وكرة في غاية الخطورة، اللعبة في الجول. الهدف الثالث للهلال، الهلال يسجل الهدف الثالث بواسطة اللاعب الذي سجل في السوبر في مرمى النصر كارلوس ادواردو، يسجل الهدف الثالث لمصلحة الهلال. لاحظ بديك الآن سوء التغطية، سوء التغطية من تراوري، وبالتالي الأخوية يتلقى الهدف الثالث. بهذا الشكل هدف الكرة العرضية اللي تحول وصلت مباشرة إلى المتقدم كارلوس ادواردو البرازيلي الذي يسجل الهدف الثالث